الحقيقي هو انك كتدخل لواحد الدوامه وكتحط قدامك واحد النقطه. هذه النقطه هذه اللي هو شخص امامك يدافع ويهاجم في نفس الوقت. ملي كتدخل هذه الدوامه كما كنعرفوا ان الجسم ديالك كيفرز واحد الهرمون ديال الادرينالين. امتى كيتفرز هذا الهرمون ديال الادرينالين؟ ملي كتعمق انت وكتدخل لهذيك الدوامه، ثم بعد ذلك العقل يخادع الجسم. هنا فاش كيتفرز هذا الهرمون ديال الادرينالين. لكن هذا الهرمون ديال الادرينالين ملي كيفرزو الجسم ديالك هنا كيكون سيف ذو حدين. لماذا اقول سيف ذو حدين؟ اما ان يكون سلبيا بالنسبه اليك او ان يكون ايجابيا. ملي كنقولوا ايجابيا خصك تكون انت تمارس قطاع الظل، مولف ان الجسم ديالك كيفرز هذا الهرمون وكتعرف كيفاش تخدم به. واذا كان سلبيا هنا يؤثر عليك حيت ما عرفتيش كيفاش تخدم. وملي كيتفرز هذا الهرمون هذا شنو كيوقع للجسم ديالنا؟ هنا تشعر بالتوتر، تشعر بعدم التركيز، وكذلك السرعه في الرد او التباطؤ في الرد. هنا فاش كتلقى شي حد مثلا كيحمر ليه وجهه، كتلقاه كيحمر ليه وجهه كيتناقش مع شي حد مثلا في الزنقه، ولا يلاه كيولف يطلع يلعب كومبات، يلعب سبارينغ، كيعاود يتخلع، يعني كتلقى وجهه تبدل ليه اللون وكذا وكذا. ديك الساعه تفرز هذاك الهرمون ديال الادرينالين. وداك الهرمون ملي كيتفرز انت كتحس يعني بالجسم ديالك ماشي كمولف، كتحس به يعني فيه واحد الشيء ديال التغيير. اشنو هو داك التغيير؟ يعني مشى لك التركيز، دماغك بدا مثلا كيركز مزيان، الضربات ما عرفتيش كيفاش تضرب، يعني هنا كتلف. هنا باش مزيان انك تولف تخدم الشادو بوكسين بهذه الطريقه، تخدم انك تتعمق مزيان. ملي كتعمق مزيان كتخيل ان كاين واحد الشخص قدامك، واحد الشخص قوي، يعني خصك انت تحامي وجهك باش ما يضرب هو، وانت تكون كتعرف الوقيته فاش تضرب. يعني كتعمق في الخيال حتى كتوصل، لان كما قلت لك العقل ديالك كيخدع الجسم وكيقول لي كاين واحد السيد خصك تدافع على الضربه جايه، وكيبان لك السيد لاعب معك. هادشي ملي كتوصل واحد العمق في الخيال باش انك تفرز هذاك الهرمون. اون فوا كتحس براسك انك فرزتي هذا الهرمون، هنا انك ركزت كثيرا في هذه النقطه، ثم بعد ذلك كتعرف كيفاش تعامل مع ذاك الهرمون. اليوم فرزتيه، غدا بعد غدا كذا كذا، حتى كتولف انك كتفرزو. ملي كتكون انت في شي موقف ديك الساعه بحال هذا، سواء في نزالات في الحلبه او في القاعات الرياضيه، كتولف ان ذاك الهرمون كيتفرز وكتخدم ديك الساعه انت مرتاح، كتولي كتركز، مثلا كيتلف لك التركيز. او لا حتى في الشارع في الزنقه بحال هكاك، ملي كيكون عندك شي مشكل في الزنقه، انا ملي كنقول لك الشارع، انا لا اشجعك على قتال الشوارع، لكن اقول لك عندما تجد نفسك في موقف ما، يعني شي حد غادي يتهجم عليك، شي حد غادي يجريسيك، شي حد غادي يتعدى عليك على العائله ديالك او ما شابه ذلك، يعني ديك الساعه ضروري انك تدافع على راسك. هنا نصل الى نهايه هذا الفيديو، واتمنى ان تكونوا قد استوعبتم المعنى الحقيقي لقتال الظل. اخوكم وصديقكم عثمان، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.